اردول عليك الله، قوم يا اخي قوم. وريونا الرن واي اللي عملته الامارات في نص في نص الخلا بتاع حمد داك اللي ب 7 مليون درهم ونص عشان تهربوه بالذهب. يلا اردول اتكلم وريهم. شايف شابكين التسريبات وبتاع اردول. ما تسرب انت. مشيت معاك الشركه الكنديه ما افتتحت الرن واي في نص الخلا، يشيل الذهب ويودي الامارات 250 دي طلعها في دقيقه. وين الولد دي اللي قاعد في الامارات دي؟ انت يا زول ما قدرت تاخد الاستقاله بتاعتك ولا شنو؟ والله العظيم اول حاجه طبعا ما هي بنمره العربيه بتاعتك، مش جبت المخالفات حقتك. في مخالفاتك دي طبعا انا في عمل الخير انا قلت نمبر 1 الزول ده ملفه بطال. في مخالفاتك عندك المخالفه دي، اسمع المخالفه دي. انا طبعا حلبس ميتينك. اصبر. انت عامل فيها راسك كبير، مش تشبه الحرس بتاع حميتي كده. انا في الاول لما شفت صورتك ما كنت قايل لك دي انت الزول يعني، انا كنت قايل لك حرس زي ولا دعامي ولا بتاع. قالوا دي انت مدير الشركه. كده كده ما نطلع من الموضوع. انا جاي اقبض لك صاحبك ده. شركه استراتيجيه ومهمه في الدوله، مديرها قاعد في الامارات. انا سالته سؤال واحد، قلت له هل البرهان عارف انك قاعد في الامارات ولا لا؟ كان البرهان عارف كارثه، وكان ما عارف كارثتين. دي الاولى. الزول راكب معي راس وصرفه ومعلومات بتجي. قمت انت ارتكبت لك خطأين. انا لما فتشت في ورقك ده، انت يوم شنو تجاوز الحد الاقصى للسرعه المقرره بما لا يزيد عن 40 كيلومتر في الساعه، يوم 21/6/2024 الساعه 4:33 دقيقه، عجمان الحليو غير معروف. لما الشرطه الاماراتيه تنزل بيانات وتقول غير معروف، يعني مثلا عندك واحده فيها تجاوز سرعه يوم 15/6، ودي كيف انت عملتها 15/6 وانت دخلت يوم 19 وما مرقت لحد داسي؟ انت بتمرق وتخش ساي الامارات دي وتقرب روحك محمد بن زايد. عندك واحدة مثلا عجمان المويهات شارع الشيخ عمار بن حميد النعيمي، والثانية اللي انا قابضك فيها دي الخطيرة عجمان الحليو غير معروف. غير معروف دي الجي بي اس بتاع الشرطة الاماراتية ما بنزل البيان ده هنا العنوان لانه معناه مشي جهات امنيه. سامع يا برهان؟ انت شغال مع الجماعه ديل. والدليل الثاني الزول اللي اتهمته بعد اللايف حق ولمس داك قبضوه بعد 3 دقائق من اللايف. يبقى عندك اتصال مباشر مع السلطات الاماراتيه. خطوره الموضوع ده شنو؟ خليه تعاونك مع دقلو، خليه تهريبك، وخليه فسادك المالي. انا ما سالتك من ده، انا سالتك وش عندك في الامارات. تقوم تمشي تعرض املاكك؟ تعرضت العربيه ولا ما عرضتها للبيع؟ بامانه كده. وضربت للزول ده في تركيا قلت له داير يدوك جواز سريع بديك انت كلفت في حياتك. انت ما قلت جاي المكتب بتاع البرهان ما تجيبه؟ ها؟ الدوقي دوقي قاعد يا صاحبي. يا سرعتها انا بس بفك له الشغل ده. والله العظيم ياسر ده يجيك وحياة بشوف العصايه بتاعته دي، ما اشوف التهذيب وابتسامه ياسر ده. اقسم بالله العظيم زول ده شرس، راس شرس عديل. تشوف اللطافه بتاعت ياسر ده. هو اللي كون العمل الخاص. قال لهم طبعا الفريق اول ياسر سلح القوات العمل سلحهم بسكاكين. والله زول ده كعب. ياسر ما عارف الموضوع ده وقافله معاه وشفتها واخلاقه هنا بيجيب شلتك انت والبرهان. وحياة الله جد الموضوع ده يعرفه ياسر عطا ما عنده اخلاق. اشوف اللطافه دي. انا بكلمه طبعا. بعد ذاك بكلم جيش الشارع يبل البرهان ويبل ياسر ذاته. كيف مخلينك الفتره دي؟ الحته المشيته دي الجي بي اس قال شنو؟ ده الموقع بتاع الامارات بتاع المخالفات. قال غير معروفة. غير معروفة دي جهة أمنية ولا قصر رئاسي؟ إيش عندك عندهم؟ ده التاريخ والإيصال بتاعك وقاعد في الموقع وبنمرة عربيتك. ما عندك طريقة تنكر. الموضوع ده يمشي للبرهان طوال ويمشي للمخابرات. مشيت وين؟ الجهة الغير معروفة حددها عجمان الحتة الفلانية. لما جاي في اسم الشارع بيقولوا الحته دي. طبعا انا لو قلتها للناس اللي في الامارات حيطلعوا لك ده مكتب الامن وده مكتب. عندك معاهم شنو؟ خطوره الحاجه اللي انت بتعملها انت عارف شنو؟
الفساد لا، السرقة لا. انه انت بتشيل معلومات امنية استراتيجية عن القوات المسلحة بحكم استلامك لملف تسليح القوات المسلحة، بتمشي تدي للجماعة دي. لانه انا بحتار انه صفقات السلاح بتدفع وقروشها بتدفع، لما تجي الباخره ولا الطياره بتتحجز، يا يحجزوها في جده، يا يحجزوها في مصر، يا يحجزوها. العرفهم منه، الوراهم منه، قروشنا دفعناها، سلاح اشتريناه، بيجي زول في النص بسرب المعلومه. من الذي يفعل ذلك؟ وانت ده ما شغلك. انت شغلتك تاكل وتشرب الشعب السوداني، ما تاكل وتشرب الجيش. حشرك في الحته دي شنو انت؟ بعدين انا كلمتك قلت لك انت ما بتقع برك، اقعد عاند. والله العظيم شفت اوديك انت والجماعه، ما حخليك. كلمتك اليوم ده بكل ذوق واحترام، قلت لك اسمك ما قلته. امشي خدت القروش اللي سرقتها، وامشي خدت استغالتك. انت عامل فيها راسك كبير، مش بتفتش لك في مراقه. لا ما بتمرق من الشفاده دي، والله ما بتمرق، بيجيبوك. بعدين انت شغال بجوازك الدبلوماسي، عشان كده ما بتتدقى فيه تعشيرات، صح؟ هسه لما تيجي داخل البرهان حيزلك يقول لك اسمع جاي من وين؟ جبت لنا معاك شنو؟ حتقول له جاي من مصر، جاي من ايطاليا. مش انت عملت المكنه؟ انت المكنه دي معقول جبتوها ودفعت قروشها في 27/5 المفروض تستلمها. اي صفقه انت تخش فيها بتدفع القروش وتشيلوا الكوميشن وتشيلوا قروشكم وتسرقوا الحاجه. سلمنا السلاح قبضوه، سلمنا المكنه اخروها شهرين. حس انت ما سلمتنا، لا ما في مشروع قاعد تتم. وانت الوراك من يا زول؟ الناس الورا الزول ده يا اخواننا، عشان ما نخش في القصه دي وفرتقه الجيش وما فرتقه الجيش وفرتقه الدنيا. العربي ده بسيط، الزول ده يا اخواننا جيبوا لنا قروشنا من عنده. دي قروش الشعب السوداني وقروش القوات المسلحه. تميتوا الشغل ده سعادتك، تميتوه ما تميتوه ماشيين في الشغله دي. ما حخليك عديل، شرطي معاك واضح، واخر فرصه بديه كلها بكره. بعدين انا ملفك ده في مليون زول حيمرقوا يعني، اصلا ما حخليك. والجنة اللي مشيت استلمت دول الامن الامارات استلموا ده، حتفك وانت ذاتك تضرب لطه عثمان الحسين تلفون، تضرب للقوني ده تلفون، لانه الجنة ده حيوديك. وانت دار تمشي منه وين؟ هتمشي وانت تدس في الكوكب ده وين؟ والله يا اخي الزول ده ظرفه سيء يا اخي، واهله اشتروا له بيت هناك واشتروا له في مصر، تجمع الخامس، المهندسين، شركة الليموزين. انت زول مجرم، انت زول مجرم. انت الشركة الثانية المدية لصديق دي يا اخي انت كعب يا اخي. ادري لك حاجة من حاجاتك، ادي الناس نبذة عنك. دي محل الفيلل والشقق بتاعتك، المخالفات دي كلها عجمان عجمان عجمان، خلاص عرفناك دي حتاتك وين. مثلا نقرا لك دي. المعدات حقت الشركة قاعد تبيع فيها، بعتها لشركة فلان خليها. انا بس المشكلة الاساسية انت قايل شنو؟ انه انت بتمشي الامارات بتشيل الداتا حقت الجيش تمشي تسلمها للاماراتيين. ده كل الموضوع اللي انا اسس سرقتك وحياتك دي ما بتفرق، بنقلعها من ميتينك ذاته. لكن مشكلتي في الداتا اللي بتمشي تسلمها للاماراتيين. يعني انت داير شنو في الدنيا؟ ادوك اعلى منصب والله العظيم لا يتناسب مع اي كفاءة فيك. جابتك رأسمالية حول المكتب بتاع الرئيس، هم رشحوك وجابوك، زحوا كفاءات وزحوا علماء. بكره السودان، انا الشعب السوداني بكره حاوجع قلبه واحكي له انه منصبك ده كان فيه كاهن. كاهن الان تستشير فيه دول بيستشيروها الناس، بتمشي تستشير الزول ده. زحوا الزول ده عشان يجيبوك انت، عشان ناس فلان وفلان يدخلوا تقاوي، وناس فلان وفلان يبيعوا دقيق للمخزون الاستراتيجي، وناس فلان وفلان يجيبوا بنزين، وناس فلان وفلان. انت حترمي ناس كتر، انت حترمي ناس كتر والله العظيم جد، وانا ما حخليك. بالمناسبة بلغ المفروض يكون جهز.
عشان تاني ما تقل ادبك تقول انا صرفة دي بجيبه وبجيب الناس اللي معه. انا ما عندي ناس معي والله العظيم، انت ولا ابوك ما يجيبني. العربي ده واضح ولا ما واضح؟ وانا هحشر لك كده لما انت امن وتجي تدك كراعك براك وتجيب اللي عندك في شنطة. العربي ده واضح. انا حزيد الشروط بتاعتي، استغالتك وقروشنا ما كفايه. تجي بكره تدك كراعك وتخد جوازك الدبلوماسي عشان ما اطلع الحاجات الباقيه، عشان ما حبلك انت وحبل الخارجيه وحبل المطار وحبل المراسم وحبل المكتب وحبل مجلس السياده وحبل الناس اللي حولك. بكره تجيب جوازك ده تخطه قدام البرهان. وازيدك في الشعر بيت هسه البرهان ذاته قاعد يسمع في الكلام ده والله العظيم، متابع موضوعك ده شخصيا. صاحبك نمبر 1 يا صاحبي لاوز. ها ضربة الزعل منو يا اخوان؟ ها الزول ده لنا كده زعلوا منو؟ حاصل شنو يا اخوان؟ ساعته مشغول، بال للاثيوبي بيجاي، بال للجماعه بيجاي، ما عارف انه القصه دي تقاديها.